بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبايب قلبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأتم صحه يا رب العالمين. كل سنه وانتم طيبين. النهارده بقى جايه لكم بفيديو حلو قوي، بس لو اول مره بتشوفيني حطي لي كده لايك واشتركي في القناه وفعلي الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك باذن الله كل جديد بنزله. واهلا بيك يا ست الحبايب اللي نورتيني وشرفتيني وزادت القناه نور بيكي. النهارده بقى انا جايين في فيديو حلو قوي، هنعمل وصفه تنفع كده من وصفات رمضان، تنفع في العزومات، سهلة وبسيطة وموفرة كمان بأي كمية هتعمليها. تعالوا كده بقى بينا هنشوف الأكل الجميل اللي معانا ده والوصفة الجميلة دي عملناها ازاي. يلا بقى بينا كده ندخل على الفيديو على طول ونشوف المكونات اللي معانا. معايا بقى أي كمية من الفراخ، أي كمية عندك هتنفع. يعني مش لازم طبعا تجيبي فرخة كاملة أو مثلا صدور وراك، المتوفر عندك. وبرضو بأكد تاني إن مش لازم نجيب يعني عدد كبير، لو كل واحد كده أخد قطعة حلوة قوي ورضا وهيبقى زي الفل وزي العسل. جبت بقى كمية الفراخ اللي معايا، ومعايا كده شوية من البصل متقطعين. يعني أنا مقطعة كده كمية من البصل حلوة برضو، حوالي كده نص كيلو من البصل مقطعاه. مقطعاه قطع كبيرة، شرايح اللي هي جوليان يعني، أي حاجة أي تقطيع عندك. أنا مقطعاه كده قطع يعني سميكة عادية. ومعايا كمان بطاطس متقطعة مكعبات، ومعايا طماطم كده متقطعة، وفلفل أخضر لو حابة فلفل ألوان مفيش مشكلة. حابة تعملي في الوصفة دي زي اللي عملناها قبل كده، أي خضار عندك متاح برضو مفيش أي مشكلة. ولادك مش بياكلوا الكوسة دخليها مع الخلطة دي، مش بياكلوا البسلة دخليها. أي حاجة عندك بإذن الله هتنفع وهتبقى زي الفل. واحنا طبعا بنستفيد من كمية الخضار بتقضي كده وبتبقى حلوة جدا. اول حاجه بقى جبت الفراخ اللي معايا زي ما احنا شايفين، هتبلها كده تتبيله على الناشف، مش هعمل لها صوصات ولا هضرب لها خلطه في الخلاط ولا اي حاجه خالص. هجيب شويه من البابريكا، شويه من الكاري، حاجه كده حاجه بسيطه يعني. معايا كمان بهارات فراخ، توم باودر، بصل باودر، فلفل، ملح. يعني تبلي كده زي ما انت عايزه، تتبيله كده بسيطه. وهنعملها كمان زي ما قلت لكم كده على الناشف، مش هنعمل بقى بصلايه وطماطمايه بتاعت الفراخ المشويه دي. وهتطلع ان شاء الله اللهم بارك جميله جدا. كده خلاص انا كده هحط بقى البهارات بتاعتي زي ما احنا شايفين، وهبدا ان انا اتبل الفراخ كويس جدا بايديا بقى، البسي جلافز بمعلقه باي حاجه عندك. المهم ان انت تدخلي التتبيله دي جوه انسجه الفراخ كلها من بره ومن جوه. وكمان لو انت عندك كده صدور، حاولي كده كبيره يعني في الحجم، قطعيها كده، نغزيها كده بالسكينه عشان تدخلي كل التتبيله فيها. ومن تحت الجلد بقى بتاع الاوراق. المهم ان انت تتبلي الفراخ كلها، التتبيله بتاعت الفراخ هي اللي بتفرق في طعمها. تبلت الفراخ هركنها بقى على جنب، وتعالوا هنشوف احنا هنعمل ايه مع بعض دلوقتي على البوتاجاز كده زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. جبت كده اي صينيه، دي الصينيه اللي انا هشتغل فيها على طول، صينيه الومنيوم، اي صينيه عندي. هنزل بقى كده فيها بشويه كده من الماده الدهنيه، عندك سمنه على زيت، زبده، سمنه بلدي، اي ماده دهنيه عندك هتقضي الغرض وهتبقى زي الفل. حطيت كده معلقه من السمنه ومعلقتين من الزيت، ونزلت كده عليهم بكميه البصل ونفس التوابل اللي انا تبلت بيها الفراخ، نزلت كده عليها يعني على البصل. زي ما احنا شايفين انا كنت متعوده ان انا بعمل الخلطه كلها على بعضها في طبق، اخد نصها تتبيله الفراخ واخد نصها على البصل. بس حبيت بقى ان انا احط كده حاجه عشان ما انساهاش يعني. اول كده ما البصل بدأ يدبل بالتتبيله بتاعته، ولو انت ما عندكيش كتير، ملح وفلفل وشويه صغيرين من بهارات الفراخ، هتطلع احلى باذن الله من ايديكم الحلو. اول كده ما البصل بدأ يدبل، نزلت بقى بحاجه، نزلت كده بمكعبات البطاطس. واول برضو ما هقلبها، كل حاجه بنزلها اقلبها كده مع بعضها. وهرجع تاني انزل بقى بالفلفل وبعدين الطماطم. المهم ان انا بنزل بالخلطه كلها بتاعتي. لو في الوقت ده في بسله او جزر او كوسه، هنزل بيهم قبل الطماطم والفلفل. خلي الطماطم كده والفلفل عشان يبقوا كده لونهم صحيح، يخليهم كده للاخر. وفي الاخر خالص هضيف كده معلقتين من اسفه حبيتين من ورق اللورا. وكمان لو عندك حبهان هيبقى زي الفل. حبيتين كده بس، عدي كده لو هتحطي ورقتين او 3 من اللورا وفص كده او 2 من الحبهان. او لو عندك كبابه صيني، المهم ان انت كده اي حاجه اي توابل هتحطيها صحيحه، لازم طبعا ان انت كده تعديها عشان تطلعيها في الاخر. ما تجيش كده تحت اي حد يعني وهو بياكل ونفسه كده تجزع منها. زي ما احنا شايفين بدأت كده قلبت الخلطة كلها، الخلطة الحلوة الجميلة الألوان المبهجة اللي معانا دي. وهتسيبها بقى، من مش عايزاها تستوي ولا حاجة، مجرد ان انا دخلت كل التتبيلة في بعضها.
وتبلت كل الخضار بيها. هشيله بقى من على النار في بوتاجاز، في حله واحده، في صينيه واحده، في طاجن واحد، في اي حاجه واحده بس، مش هنوسخ مواعين كتير ولا حاجه. هشيل بقى نص الكميه زي ما احنا شايفين مع بعض، هشيلها كده في طبق زي ما احنا شايفين، وهسيب كده نص الخلطة تحت، او يعني التلتين كده والتلت. هشيلهم كده في طبق، وهفرد بقى باقي الكمية، وهنزل عليها بالفراخ هرصها زي ما احنا هنشوف كده مع بعض. هبدأ بقى ان انا ارص الفراخ بتاعتي عليها. ولو انت بقى عندك الرجول بتاعت الفراخ، محدش يتريق عليا، بتبقى ما شاء الله تحفة تحفة، بتبقى مشوية كده زي العسل. اللي عنده كده يجربها. انا ما حبيتش ان انا يعني اخليها تظهر كده، لكن انا كنت حطاها وطلع طعمها تحفة، والولاد انبسطوا بيها جدا جدا. ممكن تشوفوها معايا في الاخر. لكن انا صراحة كنت محروجة احطها. لكن انا لقيت كل النت عملها، يعني كل النت عملها، وكل الناس قعدت تقول كولاجين ومش عارفة ايه، كله يعني عملها، فما جاتش عليا بقى. لكن هم كانوا عاملينها وصفة لوحدها، لكن انا طبعا دخلتها كده مع الفراخ المشوية في قلب الصينية التحفة بتاعتنا دي. بعد بقى ما رصيت الفراخ زي ما احنا شايفين مع بعض، هندخلها على الفرن، بس قبل الخطوة دي هنحط عليها باقي الكمية من فوق، عشان تبقى الفراخ طرية وجوسي برضو كده، هتدي برضو لون في الاخر هنشوفه مع بعض دلوقتي. كده كده الخضار دلوقتي هيستوي، وهينزل كده من على الفراخ، وهتتحمر وهتبقى زي الفل. مكان الفراخ جبت كده نص كوباية من المية في الطبق اللي كان فيه، ونزلت كده عليهم، وما وسخناش مواعين، هتدخل على طول على الفرن. طبعا فيها المادة الدهنية بتاعتها، مش محتاجين نرش رشة زيت، مش محتاجين حاجة، وخصوصا ان هي اوراق، فما شاء الله اللهم بارك، كانت منزلة كمية دهون حلوة جدا. انا ندمت ان انا حطيت معلقة كبيرة من السمنة، انا كنت ممكن احط رشة واحدة بس من الزيت. طلع بقى زي ما احنا شايفين، طلعت من الفرن جميلة جدا. الالوان ظلماها جدا جدا، الكاميرا صراحة كانت بتفصل، لكن الحمد لله، الله المستعان يعني. مش مشكلة، اهم حاجة طبعا الطعم في الاخر طلع تحفة اللهم بارك زي ما احنا شايفين. الالوان بس هي اللي كانت مش متظبطه كده، لكن هي كانت جميله. قدمي ايه بقى معاها؟ الخضار اللي تحتها ده لوحده يكفي. وهنقدم الفراخ بتاعتنا، هنعمل كده شويه نحمر شويه بطاطس من البيت، شيبسي يعني، ممكن نعمل طبق سلطه، شويه من المخلل، واحلى بقى شويه عيش بلدي وتاكلوها. ممكن كمان تعملي كده معاها رز بشعريه، بتبقى ما شاء الله اللهم بارك جميله جدا. ممكن تعملي رز ابيض، ممكن تعملي مكرونه، المتوفر عندك هتعمليه، وبأقل الإمكانيات هتعملي أجمل سفرة. وإن شاء الله دي سفرة كده من أول سفر رمضان هتنفع كده. وادعوا لي بقى على الوصفة دي، جربوها بنفس التكات وبنفس الحركات، اللهم بارك، هتطلع جميلة جدا، أنا واثقة إن شاء الله. لو عجبكم الفيديو لحد دلوقتي ووصلتوا معايا، اوعوا تنسوا تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناة، وفعلوا لي بقى الجرس عشان يوصل لكم بإذن الله كل جديد. وفيديوهات كتير جاية إن شاء الله، تجهيزات رمضان قريب جدا نازلة لكم. اسيبكم بقى في رعاية الله